صاحب مشكلة النهاردة بعتلي بيحكيلي مشكلتي الأبدية مع زوجتي اتهامها ليا بشكل مستمر بعدم الاهتمام، ولا تدري كم التعب والإرهاق البدني والنفسي في عملي بين مواصلات صعبة وظروف شغل تحت ضغط كبير. مطلوب مني أرجع البيت كأني في منتجع أقضي الويكند، مش بتراعي أبدا حاجتي للراحة والهدوء. لا أقول إنها غير محقة، ولكن دي حياتنا، وقلت لها كتير أنا بعمل ده لتوفير احتياجات البيت واحتياجاتك واحتياجات الولاد. مفيش فايدة، مع إني بقعد معاهم على قد ما أقدر، بس غصب عني ساعات بنام وأنا قاعد. أنا ترددت أرد على المشكلة دي في الأول لأني شفت نفسي فيها، وشفت إن أنا نفسي ساعات كتير بسهى. جوزي بيكافح وبيتعب قد إيه بره البيت لما بيجي البيت، وبنغمس جدا في احتياجاتي ومبقاش واخدة بالي من النقطة دي. وبعدين قلت هرد ونفكر سوا ونتعلم مع بعض. المشكلة دي بتحصل بسبب فكرتين محتاجين تعديل، فكرة في عقلية الستات وفكرة في عقلية الرجال. عقلية الستات بتقول هو في بره البيت طول اليوم، أنا اللي شايلة الهم وشايلة الحمل وشايلة العيال وصداع العيال ومشاكل العيال، يجي بقى يشيل، أطلب بقى اللي أنا عايزاه، عندي طلبات مادية طلبات معنوية، أحكي عن مشاكلي، أطلب احتياجاتي، مهما يعني بغض النظر عن إيه لغة الحب اللي هي محتاجة لها. بس هي في اللحظة دي وأنا واحدة منهم كست منغمسة في احتياجاتي، أنا ناسية في اللحظة دي جوزي راجع من إيه وسايب إيه بره البيت. فممكن كستات نكون محتاجين نعدل الفكرة دي شوية، من إن أنا محتاجة له إن إحنا الاتنين محتاجين بعض لما يدخل البيت. وحاول إن أنا أبادر لده عشان أنقله بس النقلة النفسية بتاعة ساحة المعارك اللي بره البيت دي، لأنه يحس فعلا إن دخل البيت، والبيت مش حيطان وكنب، البيت هو السكن. واسمحوا لي أفكر نفسي معاكم إن الزمن ده أكتر الأزمنة اللي الراجل محتاج فيها رفق ورحمة. معارك الزمن ده مختلفة، متطلبات الحياة مختلفة، المشاكل الاقتصادية فوق التحمل. ده الزمن اللي ابتدينا نسمع فيه ربنا يعافينا إن الراجل بيقع من طوله وبيجيله أمراض مش بتاعت سنه خالص بسبب الضغط النفسي. فأنا مصدقة حضرتك جدا وانت بتحكي عن كم التعب والإرهاق والضغط النفسي اللي انت بتعدي بيه. في راجل بيدخل البيت بيحتاج يتساب في هدوء ويفضل ساكت شوية، فممكن اخد العيال واسيبه شوية. في راجل تاني محتاج يحكي عن مشاكل شغل ويفرغها أول بأول ويتسمع كويس، فأحاول أفرغ نفسي للقطة دي شوية. في راجل بيرجع محتاج ياكل أكل حلو، في راجل بيحتاج يتحضن عشان يحصل النقلة اللي عنده دي ما بين اللي بره البيت واللي جوه البيت. فمهم جدا أعرف احتياجه إيه الغالب عليه في اللحظة دي، وحاول أوفره له تحصل النقلة. بعدين ممكن أحكي وارغي وأقول مشاكل وأقول الطلبات. الفكرة التانية اللي عند الراجل اللي برضو محتاجة شوية تعديل، زي ما حضرتك تفضلت بالظبط، أنا مطحون، أنا بعمل كل حاجة عشان أوفر لهم احتياجاتهم، أنا بتعب وبرهق فوق الطاقة، هم عايزين مني إيه تاني؟ أنا من حقي لما أرجع البيت أرتاح زي ما أنا عايز، محدش يكلمني ولا يطلب مني حاجة. مهما كان الزمن دلوقتي حاططنا في الحتة دي، مش هي دي الحقيقة. مش بس اللي مطلوب من حضرتك طلبات مادية، حبك ودعمك وحنيتك وحسن عشرتك لأهل بيتك بالذات مراتك لا يقل أهمية خالص عن الطلبات المادية. ومهما كانت هي مقدرة تعبك بره البيت، ده ما يغنيهاش خالص عن الكلمة الحلوة أو القعدة الحلوة اللي في آخر اليوم اللي هتفضفض فيها، أو الخروجة الحلوة اللي هتحس فيها إن هي متشافة. فبرضو كراجل لو الفكرة دي اتعدلت وبقيت حضرتك مقتنع إن دي برضو أولوية، ممكن بقى ننام في المواصلات، نرجع البيت ننام ساعة عشان أنا عارف إني محتاجة أفرغ نفسي في وقت تاني من اليوم. ممكن نكتسب مهارة مهمة جدا اسمها compartmentalization، أو تقسيم العقل لأوض بينها أسوار حديد. مش سهلة ولكن تكتسب، بمعنى إن أنا راجع من البيت يبقى عندي القدرة إن أنا أسيطر على عقلي، إن أسيب الشغل عند باب البيت، أحاول أتحكم إني ما أدخلش البيت بمشكلتي مع مديري أو مصاريف المدرسة. فلما ده بيحصل والإنسان بيعرف يقفل أوضة في عقله ويفتح أوضة، تبقى داخل بيتك فاتح أوضة البيت والولاد، ده بيفرغك شوية وبيفرغ طاقتك شوية للي هم ما يستغنوش عنه منك، هو حضورك النفسي والعاطفي معهم في البيت. والله أعلى وأعلم.